هكذا أسدل الستار مشاهدينا الأعزاء على قمة، ونحن ننتظر قمة أخرى ستكون في الأسبوع القادم الساعة 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة يوم 19 من شهر إبريل، عندما يلعب غوارديولا أمام أرتيتا المعلم أمام الطالب كما يقولون. ولكن هذه المرة الطالب هو من يتصدر البريمير ليج، على غوارديولا أن يشاهد مباراة أخرى أيضا التي ستكون في الأسبوع القادم. أهلا بحضراتكم من جديد. المباراة انتهت بثلاثية لمصلحة مانشستر سيتي، حيث حضرت الأهداف بشوط المباراة الثاني حاتم طرابلسي، ياسر القحطاني، أهلا بكما مرة أخرى. شوط تركناه أول ينتهي بتعادل سلبي، ولكن انتفض مرة أخرى في شوط المباراة الثاني. المدافعين هذه المرة هم من سجلوا حاتم. يعني لو نتكلم بين الشوطين، الشوط الثاني سيتي كان أكثر فاعلية، كان الضغط فعال، كذلك استغلال. لو نتكلم على أوريلي هذا اللاعب الظهير الأيسر اللي يمكن إصابته ستكون مؤثر الفريق إذا لم تكن إصابة خفيفة أكيد، فالآن يمر بفترة أكثر إيجابية. ستشاهد أن هذا اللاعب عنده التوقيت لاختيار والدخول كمهاجم ثاني، إضافة إلى ريان شرقي. وهنا نتكلم على الموهبة، لأن الموهبة لاحظ التمركز والعرضية كذلك الجيدة، إضافة إلى المدافع الذي لم يعرف كيف يتعامل مع محاصرة أوريلي، سجل الهدف الأول. سنلاحظ هنا ريان شرقي التمريرة بالرجل اليسرى بمعنى إلى جهة لسجل الهدف الثاني. هنا نتكلم على اللاعب الموهوب الذي لديه رؤية مغايرة على ما هو موجود معنا في الملعب. نتكلم، وانا اعتقد انه احنا تكلمت الحسم، هنا نتكلم على الضغط. كيسيدو لم يعودنا بالاخطاء وقطع الكوره وسجل، وساهم فيها شرقي في الثالث، اكيد ساهم فيها شرقي، لكن وكان لم يلمسها. لو نقارن الشوط الثاني بالشوط الاول، الشوط الاول لم يكن بمثل هذه الفعاليه سيتي، وخاصه على المستوى السرعه والقرار السليم بالنسبه لشرقي. الشوط الاول كان نوعه هذا، اكيد تدخل المدرب. هنا ترند يا كابتن، حرصوا على هنا ترند، هذه اللقطه هي ترند هذا اليوم. اكيد انه الفوز هذا يعطي فرصة كبيرة للسيتي للحصول على الدوري، خاصة في صورة الفوز الأسبوع القادم أمام فريق أرسنال، وفوز بالدوري سيعادل النقاط، ثم من ذلك ستحسب الأهداف المسجلة المقبولة والمدفوعة بالنسبة لكلا الفريقين. لكن في كل الأحوال حنتكلموا على سيتي وحجم اللعب، والذي لم يستطع تشيلسي في الشوط الثاني أن يجد على نفسه مع تشيلسي، وهذا يمكن بدرجه اقل. لكن كما شاهدنا مباراه الارسنال في مباراه النهائي الكاراباو كاب في الكاس، انه سيتي كان الشوط الاول جيد، الشوط الثاني كان فعال بشكل كبير، وكان لم يعطي فرصه للارسنال. في الشوط الثاني كمان كذلك امام تشيلسي الذي يعاني من العديد من الاشياء ولا زال يحتاج الى الوقت. يمكن سينيور كذلك يحتاج ان يجدد نفسه ويحسن من الفريق، وهذا يحتاج الى بعض الوقت. اكيد الفريق لا يزال امامه فرصه لان